خلينا نقول في الفيديو ده ان احنا كمصريات مش بنحتار، بنقدر نوفر في وقت الازمات، وبنقدر كمان نحط بدايل تفيد، وبتكون كمان افضل من ان احنا نصرف تكاليف عالية جدا. المرة دي هنصبغ شعرنا بالبيض وبالزبادي في البيت. طبعا هنكون وفرنا اقل حاجة 500 جنيه لون الصبغة في الكوافير. هيكون شعرنا فلافي وبيلمع ومش متأثر ابدا بالصبغة، بل بالعكس بعد ما تخلصي الصبغة هتحسي كمان ان انت عملتيه بروتين. دي وصفتي اللي انا قدمتها في الفقرة بتاعتي في برنامج السفيرة عزيزة. كمان الصبغة دي او اللي احنا هنعمله ده هيكون مناسب كمان للشعر الابيض، لكن ممكن نقلل مثلا كمية الزبادي او نحط الصفارة بس بتاعة البيضة لو في شعر ابيض كتير. اول حاجة هبتديها شعري بس هايش شوية، غسلاه من امبارح. اهم حاجة ان الشعر ما يكونش مدهون ويكون نظيف، معليهوش اي مادة دهنية. انا نشفت شعري او دفيت شعري شويه بالفرشه بتاعه السشوار، دفيته مش عملته سشوار، علشان يبدا يستقبل معايا الصبغه اللي انا هحطها. معايا علبه من بالت درجه 7-0. انا عاوزه اغمق شويه الشعر الفاتح اللي متشقر في نهايه شعري، وفي نفس الوقت ادي للون الاسود ده لون بني غامق. انا حابه ان شعري المره دي يكون غامق. لو انتوا حابين افتح ممكن تجيبوا 8-0 بدل 7-0. دي المحتويات اللي بتكون في علبة الصبغة، بيكون فيها أكسجين والإزازة بتاعة اللون، وكمان بيبقى معاها كيس حمام كريم وجلوفز. أول حاجة هفضيها هي الأكسجين، وبعد كده هفضي الأنبوبة بتاعة الصبغة. لو انتوا شعركم أكتر شوية ممكن تجيبوا علبتين، أو ممكن تجيبوا من أي براند صبغة موجود في البلد اللي انتوا فيها درجة 7-0. هبتدي اخلط المكونات كلها على بعض. حطيت الاكسجين وحطيت الصبغه، بعد كده هحط البيضه كلها. انا عن نفسي بحب اكتر قوي من المواد الطبيعيه مع الصبغه، خاصه البيضه دي انا بستخدمها من سنين، واعتقد ان في ناس من اللي متابعيني بقالهم كتير خلاص هم حفظوا الموضوع ده، وبقوا اي صبغه بيعملوها بيحطوا فيها بيضه كتزويد للبروتين والتطريه، بتغذي الشعر جدا. كمان الزبادي بيغذي الشعر، وكمان الشعر لما بنكون حاطين له ماده كيماويه، حاطين الزبادي والبيض علشان يبقوا كحماية وكتغذية للشعرايه وهي بتتفتح وتتصبغ، وهي بيتحط لها الاكسجين، لان اكيد الحاجات دي بتكون مش افضل حاجه للشعر او مش حاجه صحيه. فاحنا خليناها حاجه صحيه، وفي نفس الوقت هنكون صبغنا وعملنا تغيير. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي ما بتسيبش اي كلام في الشعر، ولا اي ريحه وحشه، ولا اي حاجه ممكن تتخيلوها، علشان فيها بيض وعلشان فيها صبغه، ولا ريحه صبغه قويه ولا ريحه بيض ولا زفار. اول حاجه عملتها ان انا وزعت الصبغه على حواجبي. حواجبي لونها اسود، انا عايزه اللون البني بتاع شعري يكون موجود كمان في حواجبي. الناس بقى اللي ما عندهاش فرش واطباق وحاجات زي كده، انا المره دي اتعمدت ان انا ما استخدمش اطباق وفرش، علشان يكون اي واحده فيكم ما عندها هو طبق بلاستيك هتجيبوه، اي طبق قديم جديد غيره، اي حاجه تكون بلاستيك او خشب تحطوا فيها تقلبوا فيها الصبغه علشان ما تتفاعلش. وهتوزعوا بطريقه عشوائيه جدا كانكم بتوزعوا حمام كريم. هنوزع على شعرنا كله بطريقه عشوائيه، على اساس ان يكون الصبغه طالت كل الاجزاء اللي في شعري، ما يكونش في اماكن في شعركم ما فيهاش صبغه. بعد كده هجيب شنطه. لو انتوا عندكم بونيه اللي هو البونيه اللي هو الجاهز اوكي، ما عندكمش استخدموا كيس بلاستيك برضو. عايزه اقول لكم ان انا عندي كل الخامات بتاعه الحاجات بتاعه الصبغه دي، بس انا اتعمدت برضو في الفيديو ده ان انا اقول لكم ان انتوا مش لازم يكون عندكم اي حاجات خاصه بالناس البروفيشنال علشان تقدروا تصبغوا اللون اللي انتوا عايزينه في البيت. حواجبي خلاص بقت بني، انا خلصتها وسبتها ربع ساعه وشطفتها. بعد كده شطفت شعري بعد ساعة بالظبط. اللون الاسود بتاع شعري اللي هو كان في الجذور او نص شعري الاولاني بقى لون بني حلو قوي وطبيعي. عايزه اقول لكم شعري طري بينهمر. عارفين يعني ايه بينهمر؟ حاسه ان انا طالعه عامله حمام كريم قوي، او عامله تريتمنت او حاجه علاجيه للشعر قويه. ما حسيتش باي تاثير صبغه، ما حسيتش بجفاف، ما حسيتش بقى كلام في فروه راسي. حقيقي كانت تجربة مميزة جدا بالنسبة لي، ولسه ياما في اختراعات هخترعها معاكم على الصبغات في البيت. الصبغه دي كلها كلفتني تقريبا، هي الصبغه بتاعت بالت بقت ب45 جنيه، وكوبايه الزبادي والبيضه قولوا مثلا ب10 جنيه، هيبقى كلفتنا 55 جنيه بالظبط. عملت شعري بعد كده بالمكوه دي بتاعت اباظه، وطيتها خالص لان المكوه دي حلوه جدا، بحسها برضو بتزود اللمعه في الشعر. اهم حاجه ما تستخدموش درجه حراره عاليه بعد الصبغه، علشان بتساعد ان اللون يقع بسهوله.
اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتسيبوا كومنت على الفيديو وتقولوا لي طلباتكم بعد كده، الفيديوهات او الوصفات اللي انتوا حابين تشوفوها معايا تكون عن ايه. وما تنسوش ان اي كومنت او لايك على الفيديو ده بيدعمني جدا وبيساعدني ان الفيديو لما بيتشاف اكون عندي باور وطاقة ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية جديدة. باي باي.